السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم عندي في القناة. اللي اول مره تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد. عارفه راسي غبرت عليكم بزاف، ولكن سامحوني، الظروف هي اللي خلاتني انني نغبر ما ننزلش فيديوهات، ولكن رجعت لكم ان شاء الله بفيديوهات جداد بمواضيع جديده، شي حاجه مجربه 100% وغتفيدكم وغادي تنفعكم. كما كتشوفوا معايا اليوم كيبانوا لكم مكونات انها ماشي ديال الطبخ. الوصفه ديال اليوم ما غاديش تكون عباره عن طبخ او لا وصفه طبيعيه للتجميل، وانما وصفه غزاله لعلاج الام الكتفين والظهر. كما كنعرفوا دابا البرد، اللي عندها شي برد في الكتاف ولا في الظهر كيتحرك لينا الالم في الظهر والكتف، وبزاف كيعانيوا من هذه المشكله وما كيعرفوش السبب علاش. كاين اللي كيكون عندهم امراض وكاين اللي كيكون عنده برد فقط. بالنسبه للناس اللي عندهم الم في الكتفين وبالنسبه للناس اللي عندهم الم في الظهر، جبت لكم وصفات غزاله كما كتشوفوا معايا، وصفات كلها طبيعيه وزوينه بزاف للبرد. باش ما نرونكمش، باش ما نخربقكمش، غادي نبداو وصفه بوصفه ان شاء الله. واول وصفه عندنا هي وصفه الملح. كما كتشوفوا معايا الملح اللي كلنا كنعرفوا، الملح زوين بزاف من البرد. هنا كنفضل ان تكون الملحه الحيه كما كنعرفوا، اولا الملح الغليظه، الملح الخشن اللي كيكون حبيبات. انا ما عنديش متوفر هنا، درت هذا الملح العادي، ملح ديال الطعام. هاد الوصفه عطاتهم ليا واحد السيده مجربين 100%، كانت كتعاني مسكينه من الام الكتفين والام الظهر، وما خلات فين مشات وما خلات ما دارت لي سكانير لي راديو وما عندها حتى شي حاجه، فقط كان عندها البرد. ومي داومت هاد الوصفات ما شاء الله الحمد لله ولات بخير وعلى خير. كناخذوا كتانه دره عاديه بيضاء، كتانه ولا دره ولا اللي كان، كنخوو في هذاك الملح كتشوفوا معايا بهذه الطريقه. كنحاولوا اننا نجمعوها بحال شي كموسه بهذه الطريقه هذه. وكناخذوا مقله اولا مقله طيفال اللي كنطيبوا فيها البغرير والكخيب، كنشعلوا عليها العافيه، كنديروا النار مهيله شويه، وكنحاولوا اننا نبقاو نسخنوا هذه الكموسه بهذه الطريقه. كنحطوها كتسخن، كنسدوها بشي حاجه هنا، انا ما سديتهاش دابا. كنسخنوها، كنكونوا لابسين بودي خفيف من التحت باش ما تحرقناش، حيت ملي كتسخن باش ما تحرقناش من الكتفين ديالنا اولا من الظهر. وكنحطوها تسخن وكنبقاو نكمدوا في البلاصه اللي عندنا فيها الالم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كنبقاو نسخنوها. قلت لكم تكون لابسه شي بودي خفيف من التحت بهذه الطريقه، مازال ما سخناتش، ولكن انا كنوريكم غير الطريقه. خليها تسخن مزيان ونكمد بها بهذه الطريقه هذه بين الكتفين ديالنا والظهر ديالنا، المنطقه اللي عندنا فيها الالم. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. ندوزو للوصفه الثانيه اللي هي سكينجبير. وكلنا كنعرفوا سكينجبير زوين للبرد بزاف فيه فوائد زوينه، كيعالج الالتهابات والامراض المختلفه ومضاد للالتهابات. كما كتشوفوا معايا هنايا سنه ديال الثوم، وعندنا زيت العود، زيت الزيتون. كلنا كنعرفوا زيت الزيتون غني بالفوائد ديالو. هنا طريقه الاستعمال، ممكن اننا ناخذ دوش. هو سكينجبير كيحرق شويه، ولكن غادي تصبروا ليه باش غيحيد لكم الالم. ناخذ دوش قبل، من بعد ما ناخذ دوش ممكن اننا ناخذ شي واحد يدير لنا هاد الوصفه. تنعس على ظهرك ولا البلاصه اللي كتحرقك، كتنعس على كرشك باش ظهرك يبقى الفوق، ودوزي بهذه الطريقه على السنسول ديالك بهذه الطريقه. اولا طريقه اخرى هي انك كتاخدي مزلافه هكا، كتاخدي معلقه ديال سكينجبير سنجبيل عفوا بحال هكا،
كناخدو معاها زيت الزيتون، كنخلطوهم بهذه الطريقه كتشوفوا معايا. زوين زوين سكينجبير، سكينجبير زوين بزاف البرد. كناخدو هاد الثومه كنفلحوها في النص بحال هكا، كنلوحوها في وسطهم هكا، نديروهم في شي قنينه ونخليوهم ونبقاو ندهنوا بهم ظهرنا مره من مور الحمام حتى كيتحيد لينا داك البرد اللي عندنا في الظهر كامل كما كتشوفوا معايا بحال هكا. خليه في شي قنينه من بعد دهن به. هذه بالنسبه للوصفه الثانيه. الوصفه الثالثه ممكن انا كديري سكينجبير مع كاس ديال الحليب زوين للرواح البرد السعله، زوين يكون الحليب طايب، وديري معاه معلقه ديال سكينجبير اولا زنجبيل زوين بزاف من البرد. الوصفه الرابعه قلت لكم 3 دابا. كما كتشوفوا معايا الزعتر، كما كلنا كنعرفوا ان الزعتر حتى هو من المواد المسخنه زوين بزاف من الظهر. كناخذوا هذا الزعتر عفوا كنطحنوه في الطحانه حتى كيولي غبره، وكنخلطوه مع زيت الزيتون وكنديروهم في شي قنينه مع زيت الزيتون ومع شويه الزعتر مطحون. انا ما عنديش مطحون، ولكن اللي غيستعملوا يديروا مطحون مع الزيت مطحونين، وديريهم في قنينه وحطيهم في شي بلاكار لمده اسبوع. لمده اسبوع عادي يمكن لك انك تستعمليه، ما تستعمليهش في الحال، استعمليه من بعد اسبوع تيبقى باش يطلق داك الزيت وداك العناصر اللي في الزعتر انها تنسجم مع بعضياتها. حتى هو زوين الم الظهر والم الكتفين، مجرب 100%. بالنسبه للوصفه الاخيره اللي غنهضر عليها اليوم هي حب الرشاد. كلنا كاين، ماشي كلنا، كاين اللي ما كيعرفش حب الرشاد. اللي ما كيعرفش حب الرشاد انا نقرب لكم الكاميرا شوفوا الحبيبات ديالو كي دايرين، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. حبيبات صغار يتباع عند العطار، خدي 5 دراهم ولا 3 دراهم ديال حب الرشاد. ملي تبغي تنعسي بالليل ديري كاس ديال الحليب سخون، غلي كاس ديال الحليب سخون غليه وديري فيه معلقه ديال حب الرشاد. كاين اللي كيبغي يشربو، كاين اللي ما كيقدش يشربو، هو المذاق ديالو عادي جدا، غير هو الحبيبات كيتنفخوا كيكبروا، داك الحبيبات كيتنفخوا كيكبروا. المهم خلطي واحد شويه حتى تيتنفخ هاد حب الرشاد وشربيه، وبالشفاء للجميع ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى يكونوا هاد الوصفات ينفعوكم وتجربوهم. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الم الكتفين والم الظهر يجربوا هاد الوصفات ان شاء الله، ويجيب الله الشفاء من عنده ان شاء الله. الواحد يعمل الاسباب والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وما تنساوش اللي اول مره تشوف الفيديو تضغط على زر لايك واشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد. والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.